كيبدا مرحلة جديدة ديال الاستعداد لكأس العالم 2026. الجامعة الملكية لكرة القدم أعلنت رسميا على برنامج المباريات الودية الجاية، وغادي تكون فرصة مهمة باش المنتخب يراجع الأوراق ديالو ويحضر راسو مزيان للموعد العالمي الكبير. أول مقابلة ودية غادي تكون ضد منتخب الإكوادور، مواجهة غادي تجمع الأسود بمنتخب قوي من أمريكا الجنوبية، والهدف منها هو اختبار الجاهزية البدنية والتكتيكية ديال اللاعبين وتجريب اختيارات جديدة داخل التشكيلة. هاد المباراة غادي تلعب في إسبانيا في مدينة مدريد. اختيار الملعب جا باش يوفر ظروف لعب ممتازة وقريبة لأجواء المباريات الكبرى، وهذا الشيء كيعطي للطاقم التقني فرصة يشوف تفاعل اللاعبين تحت ضغط أجواء دولية. المقابلة الودية الثانية غادي تكون ضد منتخب باراغواي، مواجهة أخرى ضد مدرسة كروية لاتينية معروفة بالاندفاع والقوة البدنية، وغادي تعاون المنتخب المغربي يرفع الإيقاع ويختبر الانسجام بين العناصر. هاد الوديات كيجيو من بعد خيبة نهائي كأس إفريقيا اللي كانت صعيبة على الجماهير واللاعبين، ولكن الطاقم التقني باغي يحول هاد التجربة لدافع إيجابي ويرجع المنتخب أقوى وأكثر تركيز في المواعيد الجاية. المباريات الودية الجاية ماشي غير لعب، ولكن مرحلة تقييم شاملة. المدرب والطاقم غادي يراقبوا الأداء، الجاهزية والتفاهم بين اللاعبين باش تحدد أحسن مجموعة ممكنة قبل انطلاق كأس العالم. الهدف واضح: منتخب واجد، منافس ومشرف لكرة القدم المغربية.